إلى الرأي العام، تحت الصمت الدولي والمحلي تستمر الدولة التركية الفاشية الغير إنسانية ومرتزقتها بارتكاب الجرائم بحق المدنيين وبحق شعوب شمال شرق سوريا، وخاصة والأطفال والنساء. ندين ونستنكر المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق المدنيين منذ أكثر من 3 أشهر. هذه ليست المرة الأولى التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق النساء والأطفال المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها النساء والأطفال، وحتى الطبيعة لم تسلم منها، وضرب البنية التحتية التي كانت السبب لسبل معيشتهم. وآخر مجزرة التي ارتكبها في ريف عين عيسى التي راح ضحيتها الطفلة آسيا التي تبلغ من العمر 12 عام، والطفل الرضيع عبد الرحمن، وإصابة أريج بجروح بالغة. ونحن كمنظمة نسائية في مقاطعة الفرات وشمال شرق سوريا ندين ونستنكر هذه الجرائم ضد المبادئ الإنسانية واللا أخلاقية التي يرتكبها دولة الاحتلال التركي بحق المدنيين، وكما ندعو كافة المنظمات الإنسانية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتدخل السريع والعمل على إنهاء هذه الجرائم والانتهاكات ووضع حد لهذه الممارسات اللا أخلاقية بحق الشعوب في شمال وشرق سوريا. وأن الصمت الدولي عن هذه الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية والطبيعة يجعلهم شركاء فيها. ونطالب من المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف مجازر الاحتلال التركي التي تقام بحق المدنيين في مقاطعة شمال وشرق سوريا، وخاصة في مقاطعة الفرات. 27/1/2025 منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة. جنجيان آزادي.